سلام سلام صحباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو تاعي بأتم صحة يا رب. ولا تنسوا الدعاء واكثروا من الدعاء. اللهم اعتق رقابنا من النار يا رب، يا رحمن يا رحيم. ولا تنسوني من صالح دعائكم. انا اليوم في طاولة 9 يوم من رمضان. عندنا لي بولات تاع الشيفلور غراتا. تقولوا لي الشيفلور في رمضان، انا الزوج تاعي يحب الشيفلور. بون هنايا كان عندي شيفلور، ما هدرتش بزاف، شويه غليته في ورق قارند وشويه كمون و ومن بعد واسيته بالفرشيطه حتى ولا كيما العجينه. نضيفوا له البصل معدنوس ثوم ودجاج يكون طايب وحبه بيض كمون وشويه لا شابلور ونزيدوا له الفرماج. ومن بعد نديروه دي بول، وهذوك لي بول نعاودو نديروهم في الكونجيلاتور. عاملك لي بول اللي عندي نديروهم في الكونجيلاتور باش من بعد كي نجبدوهم نرمدوهم في الفرينه والبيض ولا شابلور. نحيت لكم هاد البطاله خاطر باش ما يكونش الفيديو طويل. هامليكم بعد قليناهم، هامليك الله يبارك جاو شابين. ومن بعد في بلا يدخل الفور كنت قليت شويه بطاطا درتها في السطح تاع المول ودرت عليها الحبات تاع الشوفلور اللي راهم هنا. ومن بعد باش نديرو حبه بيض ولا كريم فريش وشويه ملح ونسقو بيهم البلا هذاك ونزيدو نديرو فرماج رابي يجي بنين. جربوه. وهاوليك هنا على طاولة التقديم ما شاء الله. ونروحو للتحلية تاعنا، تحلية باب الحارة المهلبية. بون المهلبية، في المهلبية تاعنا نسحقو لتر حليب، 2 مغارف نشا، 3 مغارف فرينة، 3 مغارف سكر. السكر حسب الذوق، انا 3 مغارف تجيني مليحة مع الشونتي، هذيك هي قيس قيس. لافاني، وعندنا 50 غرام تاع زبدة ولا كريم شونتي. بون في الكسرونه تاعنا تاع الحليب نديرو فيها المايزينا والفارينه وندوها فوق النار تعقد. كي تعقد لنا مليح نضيفو عليها 50 غرام تاع الزبده ونزيدو لافاني ومن بعد نخلوها تبرد حتى تبرد مليح. نفرغوها في ريسيبيون نخلوها تبرد ومن بعد نديرو الكاس ماشي معمر تاع شونتيي ونطلعوها مليح. وليك القوام تاعها كيفاش يجي كريمي. هاوليك الله يبارك. ونزينوها بالبيستاش بالفستق الحلبي. يا تحلية باب الحارة. انا عن نفسي هاد التحلية نحبها، ما تكثروش باك السكر بس ديروا لا كريم فريش ومن بعد لا كريم شونتي عفوا بعد تجيكم بزاف حلوه. وهاي لك الله يبارك زينتها بالبيستاش، جات تحلية تبرد على القلب. ومن بعد تشوفوا تفاصيل الطاوله. هاي لك هنا كيفاش. هاي لك البيتزا تاع البارح، العجينه تاعها تبقى هي عاود درت لها باك الصلصه البيضاء وقدمتها. والبلا تاعنا هاوليك والحميص والفطير اللي ما يتنحاوش من الطابله. وكانت هذه هي طاولة 9 أيام رمضان، والحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. واليوم طيبت القهوة العربية، لقمتها. من بعد نشارك معكم الطريقة تاع تلقيم القهوة اللي ما يعرفش. وحطيت الكاس تاع موخيتو مليحين حينا هذيك الكثرة تاع الماكلة. وشربت القهوة تاعي الله الله. وكانت هذه التحلية تاع السهرة، تحلية باب الحارة. جربوها ما تندموش عليها مع كاساتي. الله الله واش نقول لكم. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو ونقول لكم مع السلامة.